ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. وكل سنه وانتم طيبين بمناسبه العيد. كلها ايام كده وخلاص، والايام يعني والعيد هيخش يعني. خلاص بقى بكره بقى الجمعه، جمعه ختام الصوم. وكل سنه وانتم طيبين، وربنا يخليكم لاهاليكم وربنا يخليكم لعيالكم. وعايزه اقول لكم بجد بتوحشوني من كل فيديو. ويعني وعايزه اقول للناس كلها بجد بحبكم جدا. وبجد ربنا يخليكم ليا، والناس اللي بتشجعني وبتخش تعمل لايكات وبتعمل شير وبتعمل مشاركة. بجد ميرسي ليكم بجد، وبجد يعني بتشجع بيكم. بس بقى والنهارده بقى روتين بقى زي كل مرة. طبعا انا ما بعرفش انزل فيديوهات كل يوم غصب عني والله، بس يعني على قد ما بقدر يعني انزل لكم فيديوهات بقى طبعا عشان ايام عيد. و... وكمان يعني الواحد ما بيكونش فاضي الايام دي. على قد ما بقدر بحب يعني انزلها لكم كل فيديوهات كل يوم. وطبعا انتي لو اول مره تشوفيني، انا نيفين بعمل فيديوهات روتينات لسكين كير وسكين هير والروتينات في البيت عادي. ممكن تستفادي مني تتعلمي مني، وبرضه انا بتعلم منك برضه. بس والنهارده بقى روتين بقى يعني اول مره اعمله يعني على القناه. النهارده بقى مسكت بقى التلاجة بقى صراحه. قلت بقى لازم بقى اجيبها من تحتها لفوقيها بقى عشان خاطر إيه عشان هي بقى طبعا مش مظبوطه بقى. قلت بقى هظبطها بقى النهارده. بس ومش عاجباني صراحه التلاجة. رحت قلت هظبطها بقى النهارده بقى عشان كمان ايام العيد والناس داخله طالعه، وطبعا في وقت كذا حد هيخش يفتح التلاجة. حتى لو مش الناس الغريبه برضو عشان تبقى يعني شكلها حلو برضو. وريحتها برضو الريحه ساعات لما بتقعد بقى شويه بتبقى ريحتها مش صراحه مش حلوه. بس وظبطتها بقى. بس انتوا قولوا لي ايه رايكم بقى في الاخر بقى. بس وقولوا لي بقى ايه النظام بقى، ايه الاخبار ايه اخبار اللي جبت مين جاب لبس العيد؟ جبته ولا لسه ولا ايه النظام؟ انا ناقص بس البيجايم ما جبتهاش صراحه، لسه هنزل اجيبها. بعد كده باجي لما اجي بقى ساعه العيد بقى هفرجكم بقى اكيد عليها. بس ولسه بقى البيجايم والاكسسوارات دي اللي ما جبتهمش. والبرفانات بقى واللي هي البادي سبلاش والحاجات ديت بقى طبعا قلت اجيبها اخر حاجه بقى. بس صراحة الأسعار غالية جدا، يعني الجزم والشنط وكل الهدوم صراحة كلها غالية. والأكل غالي، كل حاجة غالية، يعني الدنيا كلها غالية صراحة برضه. ربنا يعين الناس كلها على اللي احنا بنشوفه يعني. ده كل مدى الأسعار بتزلق، كل مدى الأسعار بتغلى، كل مدى الأسعار بتغلى. بس ولسه بقى طبعا هنجيب بقى برضه الحاجات بتاعة البيت برضه اللي هي الفاكهة والخضار طبعا. طبعا احنا لو جبنا طبعا الفاكهة طبعا ما تخلاش من البيت طبعا، بس لازم برضو تتجاب قبلها بيوم. شفتوا الدرج اللي انا مطلعاه من التلاجة دوت؟ حتى خد باله منه يا جماعة. الدرج دوت المية اللي بتنزل من الخرطوم يتحط في الدرج دوت وبينشفولك التلاجة. بتعمل بقى تبريد تاني وتقعد تنشفه. بس يعني لو حد خد باله منه يعني انا مطلعه. انا ما كنتش عارفة المخبأ دوت، بس لما الراجل قبل كده جه وصلح لنا التلاجة طلعه قدامي قال لا الدرج ده بيطلع يا جماعة وبتنضفيه وتركبيه تاني. بس بقى هنا مسكت بقى رف التلاجة برضو عشان برضو كانت فيه الأدوية بتاعت مامتي برضو. والحاجات التانية والحاجات بتاعت أختي وحاجات الشعر بقى وحاجات للبشرة. بس ويعني صراحة الواحد حاجة لما بتتعمل أول بأول صراحة الدنيا بتبقى سهلة شوية وتبقى نضيفة أكتر كمان. بس وخلصت هنا بقى التلاجة نفسها. فاضل بقى الفريزر بقى. وفاضل بقى الرف. عملت بقى الرف دوت. صراحة هي خدت معايا وقت. عايزة اقول لكم هي انا بص يعني انا الفيديو يعتبر 10 دقايق الا. بس هو صراحة التلاجة خدت مني ساعتين تنظيف تنظيف تنظيف، كان عميق صراحة. ما سبتش حتة فيها غير لما خلصتها كلها.
يعني في حاجات كمان، يعني انا مسرعه لكم الفيديو بطريقه يعني بسرعه جدا. بس قلت ايه لازم بقى اخلصها بقى واعملها واظبطها بقى. يعني انا بص كنت لسه عامله معاكم اليومين اللي فاتوا، كنت عامله معاكم الاوضه. برضو يومين تاني وهتلاقيني برضو هاجي اعمل لكم برضو هعمل معاكم الاوضه. البيت يا جماعه ما بيخلاش فعلا من كل شويه تحط ايدك في الاوضه، كل شويه لو سكتي هتلاقي الاوضه كلها اتكركبت. يعني انا كلها يومين تاني وهعمل لكم فيديو برضو، هنزل برضو الاوضه تاني بسبب الكركبه اللي فيها. البيت فعلا ما بيخلاش من الكراكيب يا جماعه، حتى المطبخ نفس الوضع. طبعا في حاجات اساسيات اللي هي المواعين والحاجات ديت والادراج لا دي طبعا انت دي بتعملها كل فين وفين. اما بالنسبه بقى المواعين والحاجات ديت والاكل والشرب وبقى والمواعين ما بيخلصش الصراحه، كل يوم كل يوم لازم تحط ايدك فيها. عيد من غير عيد لا، لازم كل يوم بقى في ايدك في قلب المطبخ، في قلب الاوض، في قلب كل حاجه. يعني شابون الناس كلها اللي هي السيدات بتاعت البيت، بجد شابو شابو ليهم. وبجد يعني انتوا بتشجعونا واحنا بنشجع بيكم وانتوا بتشجعوا بينا. بس بقى عايزه اقول لكم ان انتوا تدعوا لي عشان خاطر اخلص الكورس بتاع الفوتوشوب والاستريتور والحاجات ديت والبرايمر، عشان الحاجات دي تقيله فعلا. عايزه افهم وعايزه تتفهم وعايزه تدريب. تدعوا لي بجد يا جماعه ان ربنا بقى يدبرها لي كده، يعني اخد الكورسات ديت واخلصها عشان خاطر يعني تتظبط معايا الدنيا، عشان الحاجات دي بجد مهمه بالنسبه لي. بس بقى انا كده خلصت بقى التلاجة من جوه بقى ومسكتها بقى من بره بقى. وقلت بقى لازم امسح بقى اللي بره بقى، طبعا لازم بالميه والصابون عشان خاطر الدنيا ايه تبقى منوره وحلوه. بس حتى انت هتلاحظوا هنا اللي انا عماله امسح من هنا من الجنب من هنا والجنب من هنا. وفي حاجات مسحتها يا جماعه انا كمان مبينتهاش في الفيديو صراحه عشان معرفتش اجيبها بزاويه الكاميرا الاوضه كمان، عشان ضيقه معرفتش صراحه اجيبها. بس هنا بقى يعني هنا خلصت هنا وركبت بقى الحاجه غسلتهم. يعني هنا غسلت الحاجة هنا من غير صراحة ما اجيبها لكم خالص صراحة. وفيها كمان عايزة في حاجات عايزة، يعني اللندة بتاعت التلاجة مش شغالة، عايزة انزل اجيب لندة تانية. ال بتاعتي عمالة كل شوية تقع، قلت لو نزلتها بالسيلوتيب لازم اجيب لندة الاول بعد كده اجيب احطها. بصوا الدور يا جماعة انا حطيته هنا بقى، غسلته وحطيته. دي بقى لخمة معرفتش اركبها بقى قدام كان في الكاميرا، معرفتش اركبها، ركبتها مع نفسي بقى. بصوا يعني لخمة 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 بجد معرفتش اركبها. هي كل شويه بقول يا ربي هي بتتركب ازاي؟ طب هي بتتعمل ازاي؟ فين وفين لما عرفت اجيبها، بس ركبتها في الاخر. حطيت بقى هنا الحاجات بقى، بص بقى الغسالة ايه قصدي التلاجة نورت بقى. يعني بجد قولوا لي برافو عليا. بس عشان كده بقول لكم الحاجة لما بتعمليها اول باول بجد حلوة، اللي انتي بتخلصي حاجتك اول باول. بس هنا بقى بدأت بقى احط الحاجات بقى اللي ملهاش لازمة شلتها، والحاجات اللي لها لازمة سبتها بقى. بس لو انتي اول مره تشوفيني، انا نيفين بعمل فيديوهات روتينات والسكين كير وسكين هير. ويا رب يكون الفيديو بتاعي عجبك. لو وصلت لغايه هنا ما تنسيش تعملي لايك واشتراك في القناه تفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. وما تنسيش تكتبي لي كومنت حلو منك، بتشجع بيكم صدقيني. وبجد يعني انا بجد بفرح لما انتوا بتكتبوا لي كومنت او تعملوا لايك، بجد بفرح بيكم بجد. بس واشوفكم بقى في فيديو جديد، باي باي.